الجهاز الفني الجديد اللي خلاص النادي الأهلي أعلن إنه استلم القيادة الفنية للفريق. الجهاز الفني الجديد طبعًا بقيادة جوزيه ريفيرو، يعني هيفضل معانا فترة طويلة كده عقبال ما نتعود على اسمه ويبقى اسمه كده بقى سهل زي جراديشار. برضه جراديشار كنت باعاني معاه في الأول أول ما جه. فالجهاز الفني الجديد بقيادة جوزيه ريفيرو، كل الأسامي اللي معاه مش هتبقى مهمة أوي بالنسبة لي، قد ما مهم إن كابتن عماد النحاس هيكون مدرب عام، وأنا شايف إن ده هيكون تكريم كويس ليه عن الفترة بتاعة الدوري اللي فاتت والفترة اللي قضاها معانا، واللي قدر النادي الأهلي فيها إن هو يحصل على لقب الدوري بعد ما اللقب كان فعلا بعيد. كابتن عماد النحاس خلينا نقول إحصائية كده سريعة، هو لعب 6 ماتشات بدون ولا هزيمة، استقبل 5 أهداف وأحرز 21 هدف بمعدل 3.5، يعني بمعدل 3.5 هدف في كل مباراة، وده رقم مميز ورقم كبير. نتمنى ان شخصية كابتن عماد تتطور اكتر وان خبراته تزيد اكتر، ان هو باذن الله في يوم من الايام نشوفه هو المدير الفني بشكل دايم للنادي الاهلي، طول ما هو قادر ان هو ياخد الفريق لبر الامان، وطول ما هو قادر ان هو يكسب مباريات ويعمل الفارق سواء في شخصية اللعيبة او في اداء النادي الاهلي.